ازيكم يا شباب؟ النهارده هعرفكم على طريقة جديدة وسهلة لأي حد ما معهوش حساب بنكي يقدر ياخد تأشيرة فنلندا لمدة 3 أسابيع بجانب إقامة وتذاكر طيران. والطريقة ديت يا جماعة ملهاش غير 3 شروط لأي حد عايز يقدم عليها، ومتاحة لمعظم الدول العربية. هنعرف تفاصيل الطريقة ديت، الشروط وطريقة التقديم. بس الأول لو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعرفكم على طريقة جديدة هتدخلك فنلندا ولمدة 21 يوم وبدون حساب بنكي. يعني مش هتطلب منك وقت التقديم أي حساب بنكي، والتقديم عليها أونلاين. والتقديم يا جماعة مفتوح دلوقتي لعدد معين. فالأفضل ليك لو انت انطبقت عليك شروط التقديم ما تفوتش الفرصة ديت. لو بتدور على طريقة مجانية وبدون حساب بنكي، وهي التطوع في فنلندا يا جماعة، وهي فرصة أتاحتها منظمة فنلندية طالبة عدد معين من الشباب للعمل التطوعي في تنظيم دورات للمدارس للعمل التطوعي. مدة الدورة ديت يا جماعة زي ما قلنا 3 أسابيع، متاحة لجميع الجنسيات العربية. هتوفر لك بقى الفرصة ديت. أول حاجة لو انطبقت عليك الشروط، أولا كده يا جماعة خطاب هيساعدك في الحصول على التأشيرة الشنجن. تاني حاجة تذاكر الطيران، برضه هتوفر لك راتب شهري هناك في قلب البلد، وبجانب التأمين الصحي خلال فترة إقامتك. الأوراق اللي هتطلب منك عشان تقدم على الفرصة ديت، أول حاجة هتعمل سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية. تاني حاجة وقت التقديم أنت بتملأ الاستمارة وترسلها على الموقع الخاص بالمنظمة اللي أنا طبعا هسيبه لكم في قلب صندوق الوصف. عرفنا كده المنظمة ديت هتوفر لك إيه، وعرفنا طبعا خطوات التقديم. بس طبعا لسه ما عرفناش الشروط اللي هتطلب منك عشان تقدم على الفرصة دي. اولا كده انت لازم أن يكون عندك او يكون سنك بين 18 ل 30 سنة، يعني لا اقل من 18 ولا اكبر من 30 سنة. تاني حاجة يا جماعة يكون معاك لغة انجليزية. والشرط التالت يا جماعة هو ان يكون معاك مؤهل دراسي، لا اما ثانوية او جامعي. وتعتبر ديت اسهل 3 شروط هتساعدك ان انت تدخل بيهم فنلندا بدون طبعا حساب بنكي. وزي ما قلنا التقديم اونلاين من بيتك. الفرصة ديت التقديم عليها متاح دلوقتي، وملهاش طبعا وقت محدد انها تقفل فيه، لان هم طالبين وقت اكتمال العدد الفرصة هتقفل. فالافضل ليك ان انت تقدم اول ما تسمع الفيديو ده يا جماعة. والتقديم زي ما قلنا عليها مجاني. لما تيجي بقى تقدم بقى يا جماعة الفرصة ديت هتوفر لك كل حاجة. يعني انت مش هتدفع قرش ساغ واحد من جيبك. الفرصة دي هتوفر لك الخطاب اللي هيساعدك في التأشيرة الشنجن، برضه هيساعدوك في مسائل تذاكر الطيران والإقامة هناك، بجانب ان انت برضه هتاخد راتب شهري هناك على الفترة اللي انت هتقضيها. وطبعا دي تعتبر اسهل طريقة ليك حاليا ان انت تقدر تدخل بيها اوروبا عموما وفنلندا خصوصا يا جماعة، وهي التطوع. في اي منظمة لما تنزل لك فرصة للتطوع بيبقى ليها عدد معين هي طالباه وشروطها بسيطة. حاول ان انت تقدم عليها وفي نفس الوقت تستنى الرد بتاعهم. ودي طبعا كل حاجة خاصة بفرصة النهاردة. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت تناسبه لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. شكرا ليكم وبس كده.